ايوه يا سيدي، انا جاي اهو عشان احكي لك ازاي الاشعاع القاتل المضر ده ما بيخشش عندنا في مجال الارض الجوي. بس الاول، عملت لايك واشتراك ولا ما عملتش؟ لو ما عملتش، لو سمحت دوس لايك واشتراك وفعل زر الجرس. الاطياف الخفيه بقى اللي هي غير منظوره اللي بتوصل لنا من الشمس دي، اللي هي عباره عن امواج الرادار واللاسلكي واشعه كونيه وتحت حمراء وفوق بنفسجيه واشعه اكس، فعلا معظمها ضار وقاتل، ولكن بلطف من ربنا سبحانه وتعالى بيحفظنا من الاشعاع القاتل ده، لان ربنا جعل السماء سقفا محفوظا. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون. العلماء اكتشفوا فعلا ان الغلاف الجوي المحيط بالارض ده بيمتص الاشعه القاتله دي كلها، وما بيسيبش منها الا القدر اليسير اللي يخش عندنا في مجال الارض. وكمان السماء سقف محفوظ بطريقه تانية، وهي الاعمده بتاعه المجال المغناطيسي، اللي لما بتنزل الاشعاعات الشمسيه الناتجه من الانفجارات بتاعه الشمس دي، المجال المغناطيسي للارض بيعمل لها انحراف علشان ما تصبش في جو الارض. الحلقه الجايه ان شاء الله هكلمك عن وش الشمس اللي بيطلع فيه بقع، والبقع دي بتعمل ايه. لكن ما تنساش بعد اذنك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس، وتستناني الحلقه الجايه هقول لك على البقع الشمسيه.